مساء الخير. اليوم يا أيها المشاهد العزيز اللذيذ هقولك على أغبى وأسخف 4 جرائم لما تسمعهم كده هتضرب كف على كف من كتر الغباء والكوميديا اللي موجودة فيهم. مثلا يعني جريمة ديريك موسلي. طبعا احنا كلنا عارفين ان التخطيط هو اهم حاجة في نجاح اي جريمة او في محاولة ارتكابها اصلا، ومن الضروري نجاح الجريمة هو ان المجرم يعني انت ملاك طبعا يا ايها المشاهد انه يفكر في كل التفاصيل كويس جدا علشان على الاقل يعرف يهرب. لكن ديريك موسلي كانت الحاجات دي مش مهمة بالنسبة له. قبل ما يسرق متجر اسلحة كان شايف ان هو التخطيط ده يعني لعب عيال كده. المهم يا ايها المشاهد تخيل دخل عليهم بايه. تخيل يلا غلب حمارك خلاص. دخل عليهم مسلح بمضرب بيسبول. طبعا نظرا لانه متجر اسلحة فراح المدير سحب المسدس بتاعه في اتجاه ذلك الفأر المبلول يا عيني طبعا، وفضل مثبته كده في الكورنر لحد ما السلطات جت. بجد برو. جوي ميلر ومايثو ماكينلي اغبى 2 ممكن تشوفهم في حياتك. من المحتمل انهم يكونوا الاثنين دول اللي ورا التنكر الاغبى والاسوأ والاقل تفكير في تاريخ الجرائم كلها اصلا يعني. المهم يا سيدي ان هما لما ارتكبوا جريمتهم دي ما استخدموش الاقنعة اللي بيستخدمها اغلب المجرمين. دول اختاروا ان هم يرسموا على وشهم باقلام ثابته يعني مش بتطلع اصلا. طبعا هم فاكرين ان كده محدش هيقدر يتعرف عليهم ساعه تنفيذ الجريمه، لكن طبعا عشان الاقلام دي ما بتطلعش ومش بتروح بسهوله ومن الصعب ان هي تتشال كده من على الوش كده على طول كده، نفس الجمله عماله اكررها، فبقت دي هي علامتهم. وبقى سهل اكتر ان هم يتعرفوا لما جت الشرطه عشان تدور عليهم، ولقبوا بعدها بلقب غبي واغبى. متخيل كميه التهزيء اللي هم وصلوا لها. طبعا جريمه اقتحام بيت ده شغل صعب قوي، لكن في مجرمين كتير جدا اذكياء وعارفين هما بيعملوا ايه وعارفين يتصرفوا ازاي، بس الحمد لله مارك سميث ما كانش منهم. سنة 2007 قرر سميث اللي كان مخمور بالفودكا واخد مخدرات ان هو يقتحم بيت كده يعني للتسلية، وبما انه لسه في اثار المخدرات والكحول اللي اخده فقال لك ما اخلي قيلولة صغيرة في سرير صاحب البيت، ايه اللي هيحصل يعني. وبعدها صحيته الشرطة المحلية واتحكم عليه بالسجن 18 شهر. ناس يعني عظيمة، ناس نكتة فعلا يعني. الحمد لله يا رب. سنة 2010 سنة ميلادي قرر ألبرت بيلي وشريكه في الجريمة المتخلفة دي اللي هو ما تقالش اسمه اصلا ان هم يسرقوا بنك في فيرفيلد في الولايات المتحدة الامريكية، ولكنه طبعا من ذكائه الجبار قرر ان هو يسرع عملية السرقة. هو ده عيب الانسان اللي بيستخدم مخه بقى. فاتصل بيلي بالبنك عشان بجماله ده يقول لهم ان هم جايين يسرقوهم. طبعا كانت نيته واضحة جدا ان هو يقول لهم كده عشان يجهزوا الفلوس ويروح ياخد الفلوس بتاعته من غير شوشرة، علشان يعني يمنح البنك وقت كافي علشان يعني يقعدوا يجهزوا الفلوس كده على رواق، يعملوا كوبايتين شاي ويحطوا الفلوس كده الراجل يجي ياخد فلوسه ويمشي ولكن ما حصل حاجه. فطبعا البنك عمل مثلا؟ سمع الكلام اكيد وراح اتصل بالسلطات وبلغهم بوصول اللصوص وتم القبض عليهم فعلا من غير شوشره. وبس يا ايها المشاهد، ده كان كل الغباء للنهارده. طبعا انا عارفه ان ضغطك عالي كتر الغباء، فعشان ما يحصلكش حاجه وكون انا المجرمه الغبيه في الاخر، ففي النهايه احب اقول الى اللقاء في الحلقه القادمه. فطبعا البنك سمع الكلام وراح اتصل بالسلطات في آثار الكحول والمخدات. سنة 2010 تاريخ ميلادي الاسود. ليه كده؟ لا دول اختاروا الرسم على وشهم بأقلام ثابتة. وبقى سهل اكتر معرفتهم لما جت الشرطة علشان ايه ده؟ دي فاصلة
في ايه؟ في ايه انا بعمله ده؟ اتجننت ولا ايه؟